السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بالجميع. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا باللهجة المصرية، وده استماع للهجة المصرية للمستوى المتوسط. فعايزك تركز قوي جدا لو انت حابب تطور اللغة بتاعتك. ويلا نبدأ درس النهاردة هنتكلم على حروف الجر في اللهجة المصرية أو باللغة العربية بشكل عام. خلينا نبدأ مع حروف الجر. أولا، حروف الجر في اللغة العربية كتيرة جدا وكمان ليها استخدامات مختلفة، وعشان تتقن حروف الجر لازم تكون واصل لمستوى كويس في اللغة العربية من الاستماع ومن التحدث ومن القراءة والكتابة. فمحتاج تكون واصل لمستوى كويس، مستوى محترم عشان تفهم حروف الجر. ويلا نبدأ. أول حرف معانا وهو حرف مشهور جدا، في. حرف الجر في بيدل على المكان، بيدل على ظرف المكان أو داخل المكان. لو أنا قلت أنا في الأوضة، دي أوضة، أنا في الأوضة يعني أنا داخل الأوضة. فهنا حرف الجر فيه بيدل على ظرف مكان، أنا متواجد داخل الأوضة. لو قلت لك مثال تاني، القطة في الصندوق، يعني القطة موجودة داخل الصندوق. لو قلت لك أنا في المطعم، يعني أنا داخل المطعم أو جوه المطعم. ده حرف الجر فيه بيدل على ظرف المكان. ممكن يدل على الزمان. أديك مثال، أنا هسافر أمريكا في 3 شهور، يعني معايا 3 شهور عشان أسافر أمريكا. ممكن بيدل على الوقت بشكل مختلف، زي مثلا أنا هكلمك في الصبح، أنا هكلمك في الصبح، أو أنا هكلمك في المساء، يعني أنا هكلمك في المساء، عند المساء. هنا عند تساوي في، ده حرف جر هنتكلم عليه شوية تاني في درس النهاردة. ده في. طيب احنا عرفنا ان الحرف الجر فيه بيدل على ظرف المكان او ظرف الزمان. طيب نيجي للحرف اللي بعد كده وهو حرف الجر على. حرف مشهور جدا في اللغة العربية، ومعنى على او بيدل على ايه؟ على بيدل على الفوق، بيدل على التفضيل، واحيانا بنستخدمه في التوضيح. طيب انا هشرح الثلاث كلمات. الفوق يعني مكان، يعني حاجة فوق حاجة. لو قلت لك ده موبايل وده قلم، والقلم فوق الموبايل، يعني القلم على الموبايل. هنا معنى على ان القلم فوق الموبايل، وبنستخدمه للمكان. مكان القلم فين؟ مكان القلم على الموبايل. في استخدام تاني لحرف الجر على وهو التفضيل او المقارنة. لو انت بتحب حاجة اكتر من حاجة تاني بنستخدم حرف الجر على احيانا، زي مثلا انا بحب القهوة على الشاي، يعني انا بحب القهوة اكتر من الشاي. لو انا قلت لك انا بحب البحر عن الصحراء، يعني انا بحب البحر اكتر من الصحراء. فهنا استخدام حرف الجر على يدل على التفضيل. الاستخدام الثالث لحرف الجر على وهو التوضيح. لو انا قلت لك مثلا انا بتكلم على، يعني انا بتكلم عن او على موضوع مهم. لو قلت لك مثلا انت بتتكلم على ايه؟ انا بتكلم على موضوع، انا بتكلم على حاجة معينة، انا بتكلم على، انا يعني هنا طبعا ده استخدام مشهور جدا لحرف الجر على لما نستخدم انا بتكلم على. جميل جدا. احنا كده خلصنا حرف الجر على، وهنروح للحرف رقم 3. والحرف رقم 3 وهو عن.
حرف الجر عن يفيد أو يدل على البعد، وبيدل على المقارنة أحيانا، وبيدل على التوضيح أحيانا. هو شبه حرف الجر على في حاجات كتيرة جدا. لو البعد، لو قلت لك مثلا بيتي بعيد عن الجامعة أو بيتي بعيد عن الجامع، فهنا ده البعد أو المسافة، بيتي بعيد عن. أما المقارنة ممكن نستخدم على زي بالظبط حرف عن، زي حرف الجر على. لو قلت لك مثلا أنا بحب القهوة عن الشاي، يعني أنا بحب القهوة أكتر من الشاي، نفس استخدام الحرف الجر اللي قبله اللي هو على. تاني حاجة التوضيح، احنا ممكن نستخدم حرف الجر عن زي حرف الجر على. أنا بتكلم عن موضوع مهم، أنا بتكلم عن حاجة معينة. فتقريبا على وعن في أوقات كتيرة قوي بنستخدمهم نفس الاستخدام. نيجي للحرف رقم 4 وهو حرف الجر بي. حرف الجر بي بنستخدمه للاستعانة، أو بعد حرف الجر بي بيجي الوسيلة. زي مثلا أنا رحت المدرسة بالعربية، أنا رحت المدرسة بالعجلة، أنا رحت المدرسة بالأتوبيس. بي هنا بالاستعانة. فأهم حاجة تعرف يعني استعانة أو الوسيلة. يعني احنا بنستخدم الحاجة عشان تساعدنا في حاجة. أنا رحت المدرسة بالعربية، أنا بكتب بالقلم، بالقلم، أنا باكل بالمعلقة. فهنا حرف الجر بي الاستعانة. الاستخدام الثاني لحرف الجر بي وهو ممكن يتعارض مع حرف الجر معه هو المصاحبة. احيانا احنا بنقول انا بشرب شاي بالحليب، فالشاي بالحليب، الحليب مع الشاي، ممكن تقول انا بشرب شاي مع حليب او بشرب شاي بالحليب. هنا استخدام حرف الجر بحاجة اسمها المصاحبة، انا بشرب شاي بالحليب. الحرف الجر اللي جاي هو حرف الجر رقم 5 وهو لي. حرف الجر رقم 5 ليه استخدامات كتيرة زي الحروف اللي فاتت. ممكن بنستخدمه للوصول لمكان أو الغاية إلى مكان. زي ما قلت لك مثلا أنا هروح للمدرسة، أنا هروح للجامع، أنا هروح للمستشفى. هنا بنستخدمه للوصول لمكان، أو الهدف أو الغاية لمكان. ده حرف الجر ليه. في استخدامات تاني لحرف الجر ليه، منها مثلا السببية. يعني ايه سببية؟ او التعليل. يعني لو قلت لك مثلا انت ليه بتعمل كده، انت ليه بتعمل كده، هتقول مثلا انا بعمل كده ليك، عشانك. فممكن تشيل له وتحط عشان، الجملة هتديك نفس المعنى. فده السببية. لو قلت لك مثلا انت ليه بتشرب لبن، للقوة مثلا يعني، والمثال لا يعترض عليه. لو قلت لك انت ليه بتشرب لبن، هتقول للصحة. ليه الصحة؟ عشان الصحة. فزي ما قلت لك لو شلت ليه وحطيت عشان هيديك نفس المعنى. فده السببية. الاستخدام اللي بعد كده لحرف الجر ليه هو الملكية. طبعا انت طالما وصلت لمرحلة المتوسط في اللهجة المصرية فاكيد هتعرف استخدام ليه. لو قلت لك ليك، آه ليا 5 جنيه، ليا بيت مثلا في الساحل الشمالي، ليا بيت في امريكا، ليا شقة في لوس انجلوس. ليا يعني انا امتلك. فدي الملكية. لو قلت لك مثلا سؤال، ده السؤال بيبين الملكية، ليك كم اخ، او عندك كم اخ، تمتلك كم اخ، ليك كم عربية. هنا حرف الجر ليه بيستخدم للملكية. نروح بقى لحرف الجر رقم 6 وهو عند. بنستخدم حرف الجر عند
لحاجات كتيرة، منها المجاورة. يعني المجاورة يعني حاجة جنب حاجة، حاجة قريب من حاجة. لو قلت لك، لو واحد بيتصل بيك وبيقول لك انت فين، فانت بتقول له انا عند المطعم، او انا عند الجامع، او انا عند المستشفى. يعني انت قريب من. فالاستخدام ده بنقول عليه المجاورة او المجاورة بالفصحى. الاستخدام الثاني لحرف الجر عند هو الملكية، زي بالظبط استخدام لي للملكية، وده استخدام مشهور جدا ومستخدم كتير جدا في اللهجة المصرية. لو قلت أنا عندي، يعني ملكية، يعني أنا أمتلك. لو قلت مثلا أنا عندي ألم، يعني أنا أمتلك ألم. أنا عندي قلم، أنا عندي بيت، أنا عندي سيارة أو عربية، أنا عندي موبايل، أنا عندي 5 إخوات. والاستخدام ده اسمه الملكية، وإحنا طبعا بنستخدم عندي كتير جدا للملكية. وأكيد طالما أنت مستوى متوسط في اللهجة المصرية فأكيد هتعرف استخدام عندي. الاستخدام الثالث أو من الاستخدامات برضو لعند هي الزمن. زي مثلا هقابلك عند العشاء، هشوفك عند العشاء، هشوفك عند المغرب، يعني هشوفك في المغرب. طبعا الاستخدام ده بيتشابه مع حروف جر تانية واحنا ذكرناها. طيب ده نروح لحرف الجر رقم 7. في ناس بتقول في اللغة العربية الفصحى هو حرف عطف. طبعا انا مش هكلمك يعني ايه حرف عطف، ده مش موضوعنا، لكن احنا موضوع ان انت تفهم حروف الجر. الحرف الجر اللي بعد كده هو مع. مع بنستخدم مع في المصاحبة. يعني ايه مصاحبة؟ يعني حاجة مع حاجة. زي مثلا انا باكل شاي مع الحليب، انا بشرب شاي مع الحليب. او مثلا اي في حاجات كتيرة جدا، مثلا زي مثلا بنقول انا يعني مثلا باكل بيتزا مع مكرونة، مع مكرونة، مع المصاحبة. يعني مثلا نقول مثلا انا بروح مع صاحبي للجامعة، انا بروح مع صاحبي للجامعة. ده المصاحبة. في استخدام تاني لحرف الجر مع، بس انا مش عايز اخلي الموضوع معقد بالنسبة لك، فهننتقل للحرف الجر اللي جاي وهو من. حرف الجر من بنستخدمه لنتكلم على بداية زمن. زي مثلا من الساعة 5 انا هشوفك، من الساعة 5 للساعة 6 أنا بشتغل. فهنا من ومعانا وقت، فده يدل على بداية زمان أو بداية وقت. وممكن نستخدمه يعني من بداية مكان. يعني لو قلت لك مثلا من مصر لأمريكا الطيارة بتاخد 6 ساعات من مصر، فهنا البداية هتكون مصر والنهاية لأمريكا. خلي بالك هنا أنا استخدمت حرفين جر، استخدمت من ولي. فهنا من بداية المكان ولي نهاية المكان. يعني مثلا أقول لك مثال تاني، أنا بمشي من البيت للجامعة. أنا بمشي من البيت للجامعة في 5 ساعات. هنا استخدمنا 3 حروف جر في الجملة دي. أنا بمشي من البيت للجامعة في 5 ساعات. يعني انا طبعا مش عايز اشرح بالانجليزي، السبتايتلز موجودة عندك، بس انت برضو حاول تفهم من غير سبتايتلز لان ده هيكون كويس للغتك. استخدامات من كتيرة جدا. يعني بنتكلم مثلا عن النوع. لو قلت لك مثلا القرد هو نوع من الحيوانات، او القرد هو من الحيوانات، فهنا عرفنا ان القرد هو نوع من الحيوانات. استخدمنا كلمة من، استخدام كلمة من هو النوع. عايزك تركز في الكلمة دي النوع، لان ممكن تقابلها كتير وانت بتسمع للهجة المصرية.
ولهنا نكون وصلنا لنهاية درس النهاردة، حروف الجر في اللغة العربية وخصوصا في اللهجة المصرية. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تضغط لايك وتسيب كومنت، عشان ده ممكن يساعدني ان الفيديو ينتشر ويروح للناس المهتمين. وفي النهاية السلام عليكم.